هل تعلم أن المحسود لا يستطيع أن يقرأ هذه السورة مهما حاول؟ تابع معنا حتى النهاية، سوف تصدمك هذه الحقائق، وغالبا ستكون أنت منهم بدون أن تشعر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم سنتكلم عن بعض العلامات التي تدل على أنك مصاب بالحسد أو العين. ما هي هذه العلامات؟ وما هي الخطوات لإزالة العين والحسد؟ وهل العين فعلا تسبب الموت؟ ومن هم أكثر الذين يصابون بالعين والحسد؟ وما هي الخطوات التي يمكن لنا أن نتجنب منها العين قبل أن نصاب بها؟ كل هذا ستعرفه في هذا الفيديو بإذن الله. هل العين والحسد حقيقة أم هو مجرد وهم؟ العين هي حقيقة، وقد دلت على ذلك الأحاديث الكثيرة الثابتة. قبل متابعة الفيديو، إذا كنت زائرا جديدا في قناتي لا تنسى الاشتراك، وقم بتفعيل الجرس لتلقي كل المحتوى الذي ينشره. فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على زوجته عائشة رضي الله عنها، فرأى جارية في وجهها سفعة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: استرقوا لها فإن بها النظرة، أي بها العين. وكذلك القصة الشهيرة ليوسف عليه السلام، عندما قال أبو يوسف لأبنائه، وكانوا 11 ولد، قال لهم: لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، وكل هذا من أجل ألا يراهم الناس فيصيبونهم بالعين. ما هي العلامات التي إذا رآها الإنسان في نفسه يعلم أنه مصاب بالعين والحسد؟ أولا، اعتزال الأهل والأصحاب بشكل مبالغ فيه. يفضل المصاب بالحسد البقاء وحيدا وبعيدا عن الناس، فهو لا يطيق أحدا حتى عائلته في بعض الأحيان، ولا يخرج من المنزل إلا نادرا، وبعضهم يفضل الظلام ولا يستطيع أن يخرج حتى من غرفته. عافانا الله وإياكم من هذا، فإن الحسد مرض عظيم وداء خطير، يصيب الحاسد نفسه فيأخذه الهم والغم، بل ربما يجن ويأخذه الخبال أو يقتل نفسه حسدا لنعمة عند غيره. ولذا قال الحسن البصري رحمه الله: ما رأيت ظالما أشبه بمظلوم من حاسد، نفس دائم وحزن لازم وعبرة لا تنفد. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: لا تعاد نعم الله، فمن المعلوم شرعا أن الإصابة بالعين قد تكون بالعين، أي بالرؤية البصرية أو بالكلام لمن يسمعه العائن، سواء تحدثوا معه مباشرة أو نقل كلامه. فإذا كان العائن عرف بهذا البلاء أو لا يذكر الله عندما يرى شيئا حسنا في الآخرين، فإنه يصاب المعيون بسببه. والعين حق، أي أن لها تأثيرا على المعيون، فيحصل له بعض الأعراض المرضية. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على حصول الضرر بالعين إذا شاء الله ذلك. فقد جاء في الحديث: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأى أحدكم من نفسه أو ماله أو من أخيه ما يعجبه فليدعو له بالبركة، فإن العين حق. رواه الحاكم في المستدرك، وصححه الألباني في صحيح الجامع. ثانيا، البكاء بلا سبب. الإنسان هو النوع الوحيد من بين جميع الكائنات الحية الذي يبكي بسبب الانفعالات العاطفية، فالبكاء استجابة طبيعية وصحية للعديد من المواقف. لا شك في أن المعاناة جزء من حياة الإنسان على هذه الأرض، فقد يتعرض البشر لبعض الأحداث المروعة التي تدفعهم للانهيار أو الوقوف على مشارفه، مما يؤدي إلى حدوث الصدمة النفسية التي تحتاج لعلاج من قبل طبيب نفسي متمرس، علاوة على الألم الجسدي الناتج عن مرض أو حادث ما، لدرجة لا نملك أنفسنا من الصراخ والبكاء من شدته. ولكن إذا كنت كثير البكاء بدون أي سبب واضح أو على أشياء تافهة، فهذا قد يدل على أنك مصاب بالعين أو الحسد. القلق والاكتئاب بسبب العين. أعراض الرهاب الاجتماعي والقلق والتوترات والشعور بعدم الارتياح والخمول والكسل لا علاقة لها بالعين والسحر أو الحسد. هذه حالة طبية نفسية قليلة تصيب البر والفاجر، الغني والفقير، الأبيض والأسود، وهي لها أسباب ولها عوامل، منها أمور تربوية متعلقة بالتنشئة وتجارب سلبية، مثل التعرض لنوبة خوف في الصغر ووجود مفاهيم خاطئة لدى الإنسان، كما أن البناء النفسي والشخصية تلعب دورا أساسيا في استعداد الإنسان لمثل هذه الحالات النفسية. تجد الإنسان المصاب بالعين كثير النسيان، وكثير السرحان يسرح كثيرا. هل العين كلها قسم واحد أم هي أقسام متعددة؟ العين هي 3 أقسام. أولا، العين الحاسدة. ثانيا، العين المعجبة. ثالثا، العين القاتلة. أما العين الحاسدة فهي أن يتمنى الحاسد زوال النعمة من هذا الشخص المحسود فيصيبه بالعين. أما القسم الثاني هي العين المعجبة،
وهو أن الإنسان يصيب نفسه بنفسه، يعجب بنفسه فيصيبها بالعين. قال الله سبحانه وتعالى: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ثالثا، العين القاتلة، وهي تخرج من عين الحاسد فتصيب المحسود بضرر حتى يصل إلى الموت والعياذ بالله. ما هي الخطوات لإزالة هذه العين بعد أن أصيب بها؟ أولا، إذا عرف العائن من هو فإنه يذهب إليه ويطلب منه الاغتسال. أما إذا لم يعرف هذا الشخص بنفسه فإنه يطلب جماعة من الناس، لكن بشرط أن يكون بأسلوب لطيف حتى لا يتحسس الناس من هذا الشيء. ومن طلب منه الغسل فيجب عليه أن يغتسل، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا استغسلتم فاغسلوا. ثانيا، إذا لم تكن تعرف الشخص الذي أصابك بالعين أو لم تشك بأحد أبدا فتبدأ بالمعوذات سواء من القرآن أو من السنة، كما توجد هناك أوراد في السنة النبوية وبعض الآيات التي تزيل العين بإذن الله تعالى. هل العين تسبب الموت أم أنها تسبب أضرار فقط؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكثر من يموت من أمتي بعد القضاء والقدر بسبب العين وأكثرهم النساء، وخاصة من كانت على جانب من الحسن والجمال والزينة، فالنساء يتعرضن للعين أكثر من غيرهم لحسنهن وجمالهن. هناك عدة خطوات تقيك من العين بإذن الله تعالى. أولا، المحافظة على الأذكار بعد كل صلاة، وكذلك أذكار الصباح وأذكار المساء بشكل يومي. ثانيا، ألا تظهر المحاسن عندما تخشى منه أن يصيبك بالعين. في مرة من المرات رأى عثمان بن عفان رضي الله عنه غلاما وسيما، فقال عثمان رضي الله عنه: دسموا نونيته كي لا تصيبه العين. والنونية هي الثقبة التي تكون في ذغن الغلام، فلا بأس بإخفاء المحاسن خشية أن يصاب الإنسان بالعين، المهم أن لا يصل ذلك إلى حد الوهم والوسواس. ومن الخطوات التي تقي بإذن الله من العين قول: إذا رأيت شيئا يعجبك ما شاء الله لا قوة إلا بالله. تنبيهات خطيرة جدا في جانب العين والحسد. الإصابة بالعين قد تكون بسبب الإنس، وأحيانا وكثيرا ما قد تكون بسبب الجن، مثل قصة الجارية التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم. قال: استرقوا لها فإن بها النظرة. وخاصة الإنسان إذا تجرد من ملابسه لقضاء الحاجة أو لتبديل الملابس فيجب عليه أن يسمي الله حتى لا يراه الجن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ستر بين الجن وبين عورات بني آدم إذا دخل أحدهم الخلاء أن يقول بسم الله. ولهذا تجد أغلب الذين يتلبس بهم الجن هم النساء، ولهذا ينبغي الاحتراز لكل من كان مهيئا للإصابة بالعين والحسد لحسنه ولجماله. وأخيرا، شروط الرقية الشرعية. يجب أن تكون الرقية الشرعية من القرآن أو من السنة المطهرة، ويجب أن تكون باللغة العربية ولا تكون بغيرها. ثانيا، أن يعتقد أن هذه الرقية إنما هي سبب، وإنما الشفاء بيد الله، ولا يعتقد أن الشفاء بسبب هذه الرقية بعينها. وعلى المسلم أن يعلم أن الابتلاء سنة الحياة، وأنه يكون بالسراء كما يكون بالضراء. قال تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. وكم من الناس لما ابتلي بالمرض رجع إلى الله وتضرع بين يديه، ولما رزقه الله الصحة تنكر لمولاه العظيم رب السماوات والأرض وأقبل على المعاصي والسيئات. والمؤمن الذي يعلم أن الدنيا دار زوال، وأنه منتقل منها، وأن الدنيا بحذافيرها لا تساوي عند الله جناح بعوضة. المؤمن الذي يعلم أن الدنيا غرارة مكارة لا يحزن على ما فاته منها، لأنها ليست داره ولا قراره. ودار المؤمن وقراره هي جنات النعيم في صحبة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وفي رضا الرب الرحيم. ولا يحصل على السعادة إلا المؤمن بالقضاء والقدر، الذي يوقن أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وأما بالنسبة لقراءة القرآن فالمحسود أو المصاب بالعين يستطيع أن يقرأ على نفسه، وإن طلبه من غيره فلا بأس. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة أن تسترقي، وأمر أولاد جعفر أن تسترقي لأولاد جعفر. والنبي كان يرقي نفسه عليه الصلاة والسلام، عكس المصاب بالجنون.
فكثير منهم لا يستطيعون أن يقرأوا القرآن أو الاستماع له. وأخيرا، اعلم أن العين والإصابة بها وزوالها بيد الله سبحانه وتعالى، فعليك بالدعاء ثم الدعاء، والتوكل على الله قبل ذلك في كل كبيرة وصغيرة، والله أعلم. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر الإعجاب ومشاركة الفيديو مع أصدقائك. إلى اللقاء.